سلام حبيباتي، ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم ملاح وبصحة جيدة. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفة الدولمة قرنون بالجلبانة. بصح هذه الاختراع جبتها دنداشي ماشي بلا فيونداشي، صدقوني حبيباتي راح تجي خفيفة وبزاف بنينة. بدون اطالة نبدا مباشرة في طريقة التحضير بعد الصلاة والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. في كسرول درت كمية من الزيت ولا زيت الزيتون، ضفت عليها كمية من البصل اللي قطعته عشوائيا، قطعة من الدجاج اللي متوفر عندك في البيت، كمية من المعدنوس، وكمية من الجلبانة على حساب عدد أفراد العائلة. تبلت ملح فلفل كحل وملعقة مليحة من الكوري، وزيد ضفت تاني نصف عود من القرفة، وقعدت نقلي في المكونات ديالي مع بعضهم مليح. من بعد غطيتهم وخليتهم يتقلاو حتى ديك الجلبانه تلقت الماء ديالها ونشف، وهذوك التوابل امتزجوا وتشربهم الدجاج والجلبانه هذيك، والبصل ديالي بيان سور يذوب. من بعد مرقت بالماء كميه من الماء كما راكم تشوفوا، وزيد ضفت لها هذيك الحبه ديال الحار اللي راح تعطي تاني بنه هايله وريحه تشهي للدولمه ديالك. من بعد خديت كميه من دنداشي كما قلت لكم في البدايه، ضفت لها كميه من البصل اللي راح يعطي بنه وراح يعطي له كيفاش نقولوا جو هذاك العصير ديال البصل راح يعطي له بنه هايله ينكه ويعطر فوالا اللحم ديالي. ضفت ثاني كميه مليحه من المعدنوس، كميه من الرز باش تزكي لي الحشو ديالي، وتبلت بنفس التوابل اللي درتهم للمرق. برك في بلاصه عود قرفه درت قرفه بودر، وتاني في الحشو ما درتش درت برك فص صغير من الثوم باسكو ما حبيتش الكو ديال الثوم يجي باين في الحشو. وهنا بيان سور حاولوا ديروا كميه مليحه من الفلفل الكحل مع هذاك الكوري ديال الدجاج باش اللحم ديالكم يجي بنين ويجي معطر، والقرفه تاني راح تعطي بنه هايله. فوالا وزدت عليهم حبه بيض، نسيت باش نقول لكم، خلطتهم مليح. من بعد بديت نفرسي في القرنون ديالي بعد ما مسحته برشة خفيفة من الملح. هنا فوالا كيما على بالكم كامل القرنون بعد ما نقيته مسحته بالقارص باش ما يكحلش هكذا. كحل شويه باسكو طولت باش استعملته. انا قعدت نشكل في الحبات ديال القرنون ديالي ومسحتهم الفوق بيضه. من بعد حطيتهم يطيبوا. انا لازم المرق ما تغطيلكمش القرنون ديالكم باش ما يتفتحش. وهذوك اللي قعدوا لي كميه اللحم اللي قعدت لي شكلتهم دي بولات ورميتهم في المرق، راح يتقلوا لي المرق وتاني تقدميهم راح يكون بلا بريزونطابل. يعني في بلاصه لا فيونداشي درنا دنداشي، وصدقوني راح تجيب لنا نتاعو بزاف هايله. يعني كميه 30 ميل من دنداشي راح تخرج لك كميه هايله. شوفوا طبق عائلي بيان سور ترفقيها مع سلطه ولا مع تاني لي فريت ولا فوالا حبيباتي. الدولمه ديالنا راهي واجده، شوفوا كيفاش راهي تشهي. جسبر حبيباتي تجربوها على بالي راح تعجبكم. تاني كملاحظه جد مهمه، لازم تخلوا المرق ديالكم تتجمر مليح مليح كيما على بالكم الجلبانه تحب تتجمر. والدولمه ديال القرن والجلبانه لازم تكون مجمره الله الله.
جسبر حبيباتي تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم وتشاركوها مع كامل حباباتكم باش يستفادوا من هذه الوصفة. نقول لكم شكرا لحسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه.